السلام عليكم. اخباركم يا جماعه؟ وحشني كتير. انا حبيت بس اشارككم النهارده في فاتوره الغاز. فاتوره الغاز يا جماعه 213 جنيه، مكتوبه بالحساب وبالعربي اهو. شهر 3/23. ماشي يا جماعه. اهي اهي هقرب اكتر. اهي. هل ده ينفع؟ بجد والله. يعني انا ما بعترضش على فكره على الفواتير. بتيجي الفاتوره اقول لا يا جماعه كويسه، واحنا ما احنا مش عايزين ندفع يعني. وعايزين فاتورة ببلاش، عايزين مش كده بالطريقة دي، لكن فعلا في حاجة اسمها غاز ب213 جنيه. ليه خير؟ يعني فاتورة غاز بس في الشهر 213، غير المية، غير الكهرباء، غير. طب ده كلام ينفع ازاي يعني؟ يا جماعة ده الغاز عندنا بسم الله ما شاء الله، يعني احنا بنصدره. يعني يعني الغاز ده المفروض اساسا يبقى جدعانة من الدولة لينا كده يعني. لكن هنقول ماشي هندفع وكل حاجة، بس مش بالطريقة دي. يعني احنا اساسا فرضين. ما عندنا، ما يعني البيت، انا والمدام ما عندناش حد تاني يعني يستخدم غاز غيرنا احنا، يعني اقصد يبقى احنا الاتنين. والمدام اساسا في شغلها طول اليوم، معظم اليوم يعني. يعني ما بنعملش حاجة على البوتاجاز غير حاجات بسيطة خالص يعني. والايام دي طبعا عشان الحاجة غالية ما حدش بيطبخ زي زمان كل يومين والكلام ده يعني. فيش الكلام ده. فيعني ازاي يعني انا مش فاهم يعني يا جماعة ارحموا شوية، حرام عليكم والله. والله انا نفسي السيد الرئيس يعرف الكلام ده. انا اعتقد ما يعرفش الفواتير بتنزل للناس بالطريقة دي. ده الناس هنا جيراني جاي لهم 400 و450 ناس، يعني مش مصدقة ازاي يعني. يعني ده احنا ناس فقراء يا جدعان، يعني مش يعني مش كده. في ايه يعني؟ يعني فاتورة غاز بس 213. وزي ما بقول ده الحمد لله، ده انا مبسوط، ده الناس جايه لها هنا 400 و450 والله. واحنا في منطقه شعبيه يعني، مش في منطقه يعني وبيوت عاديه وشقق عاديه. يعني انا مش فاهم ايه ده يعني اللي بيحصل ده والله. ليه خير يعني؟ ازاي يعني واحنا بنصدر الغاز اساسا وعندنا غاز فايض وعندنا. طب ازاي يعني؟ طب كفايه فواتير الكهرباء والميه اللي بتيجي بسم الله ما شاء الله يعني. بتيجي ارقام عجيبه يعني. وبنقول ماشي وزي بعض ومش مشكله وبنمشي وبتاع. لكن الغاز يجي كده ليه خير؟ خير يعني فاتورة غاز تيجي كده ليه؟ أنا عايز أفهم. يعني الغاز بالذات المفروض حاجة تبقى رمزية خالص كده لا تذكر. لأن الحمد لله زي ما بنقول إحنا عندنا غاز فايض وزيادة وبنصدره. لا ما ينفعش، مش هيبقى من كله. كفاية كفاية الحاجات كلها بقت نار غالية، أسعار مبالغ فيها بشكل رهيب. أسعار غلاء فاحش زي ما بقول في الفيديوهات السابقة. فنيجي احنا بنخلص من حاجة تطلع لنا حاجة. يعني الناس اساسا مش عارفة تروح تجيب حاجة تاكلها وتشربها وتوكل عيالها بيها وتشربها. وهم يجوا يلاقوا فاتورة جايه لهم ب 400 جنيه و500 جنيه. غاز فاتورة غاز. والله العظيم. ايه ده يعني؟ انا مش فاهم، هم يبكي وهم يضحك صحيح. هو انا من نفسي والله الحاجة دي، يعني نفسي الكلام ده يوصل للسيد الرئيس والله. هو لازم بنفسه يشرف على كل حاجة تقريبا، مفيش فايدة. خلاص. لا. ارحموا شوية، ارحموا يا شركات الغاز والكهرباء والمية، ارحموا. ارحموا وتجيبوا فواتير عجيبة للناس. لا والغاز كمان يعني يعني ازاي يعني الغاز فاتورة غاز عندي انا ب 213، وطبعا انا الحمد لله انا اقل واحد في البيت اهو الحمد لله. الباقي جاي له 400 و450. فاتورة غاز 400 و450 غاز اللي احنا بنصدره وفايض علينا. طب يعني يعني انا مش فاهم اقول ايه والله، مش فاهم يعني ازاي يعني الدنيا دي بتمشي كده. لا الرحمة شوية، الرحمة. انتوا شايفين الغلا وشايفين الناس مش عارفة تعيش ومش عارفة تجيب اكل وشرب لولادها وشاول ليها. فكفاية بقى، حرام يعني، مش كده. الله. هو في ايه بالظبط؟ ده ايه الغلب اللي احنا بقينا فيه ده؟ فاتورة غاز تبقى بالشكل ده يا جدعان ليه؟ وبقول لكم ده انا كده الحمد لله يعني.
والله جاية الجيران 400 450. ليه خير؟ لا، يعني ارحموا شوية. شركات الغاز والكهرباء والمية بالذات يرحموا شوية الناس، والله يرحموا. ما تفتروش في الناس قوي كده، حرام. كفاية اللي الناس فيه، وكفاية الغلا الفاحش اللي احنا فيه. الناس هتجيب منين ولا منين ولا منين يعني؟ لما يدفعوا فواتير على الحالة دي تدفعوا لهم فواتير 700 800 جنيه في الشهر. فواتير بس 3 فواتير، مش هقول بقى تليفون والكلام ده. لا، هم غاز ومية وكهرباء ممكن يدخلوا في 700 800 جنيه دلوقتي. طب وهي الناس بتقبض كام يعني، ولا بتدخلها كام، ولا عشان تدفع بس حاجة زي دي كده في الشهر؟ وفي ناس بتوصل معاها الفواتير التلاتة دول ل1000 جنيه في الشهر. ايه ده؟ ارحمونا شوية، ارحمونا. ربنا يرحمنا برحمته. تترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.